السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. طبعًا امتحانات العلوم على الأبواب. طب يا مستر نعمل إيه؟ أنا عندي مشاكل في العلوم، مش باعرف أحل كويس، طب مش مذاكر كويس، طب في حاجات واقعة مني، طب مش عارف معادلات، خلاص مش عارف أحل مسائل الوراثة، إيه الحل؟ أنا جيت لكم بالحل، إن شاء الله هنعمل مراجعة شاملة مع بعض، وهنقدر نحل فيها أكبر قدر من الأفكار اللي جات في الامتحانات بتاعة السنوات السابقة، وإن شاء الله نستفاد منها استفادة كبيرة. يلا نبدأ مع بعض. الامتحان الأول هنحل عندنا محافظة القاهرة. بيقول السؤال الأول: التعادل وتفاعل حمض مع قلوي لتكوين إيه ومية. طبعا تفاعل التعادل من التفاعلات الأشهر عندنا في المنهج. طيب تفاعل التعادل ده احنا كان عندنا أنواع التفاعلات إيه؟ إحلال بسيط وإحلال مزدوج، اللي هما تفاعلات الانحلال. وكان في تفاعلات الإحلال. خلاص الإحلال عندنا إحلال بسيط وإحلال مزدوج. وكان عندنا تفاعلات الانحلال الحراري. خلاص وكان عندنا تفاعلات الأكسدة والإيه؟ والاختزال. ماريو معلش الحتة دي اتلخبطت فيها. خلاص هنقولها تاني معلش. طيب فكرة تفاعل التعادل، التفاعل التعادل هو تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وميه، ملح وايه؟ ميه. يبقى في تفاعل التعادل ده تفاعل مشهور جدا، هنحط حمض مع قلوي يدينا ملح وميه. ده من انهي نوع من التفاعلات؟ احنا كان عندنا تفاعلات اسمها تفاعلات الاحلال، والاحلال ده كان نوعين، نوع اسمه احلال بسيط يا صديقي، ونوع اسمه احلال مزدوج. يبقى انا عندي احلال بسيط واحلال مزدوج. طب ازاي افرق ما بين الاحلال البسيط والاحلال المزدوج؟ ازاي نفرق ما بين الاحلال البسيط والاحلال ايه؟ المزدوج. الاحلال البسيط اما اجيب عنصر واحطه مع مركب، زي ايه؟ زي ما اجيب زد ان مع اتش سي ال مخفف، هيتفاعلوا مع بعض. خلاص. طيب زد ان هياخد مكان الهيدروجين، هيبقى زد ان سي ال 2 ويتصاعد غاز الهيدروجين، وطبعا بوزن المعادله. ده اسمه احلال بسيط. يبقى في الاحلال البسيط بنلاقي فلز ونلاقي ايه؟ مركب. انما الاحلال المزدوج زي تفاعل التعادل بنلاقي مركب مع مركب، ادي قلوي وادي حمض هيتفاعلوا مع بعض. اول ما تلاقي مركب مع مركب اعمل شق موجب وشق سالب، شق موجب وشق سالب، ونبدل الشقوق مع بعض. يعني لو ده رقم واحد يبقى ده اتنين يبقى ده تلاته. الموجب بتاع المركب الاول ياخد السالب بتاع المركب الثاني، يبقى NaCl. والاتش الموجب تاخد الاو اتش اللي هي الميه. ليه يا مستر؟ لان انا المركبات اللي عندي لازم تبدا بالشق الموجب. طبعا ده بالنسبه للمنهج بتاعنا، ان في مركبات هتبدا بالشق السالب عادي، ولكن ده مش في المنهج بتاعك. طيب السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ تعتبر صفه العيون الواسعه من الصفات الايه؟ قلت له من الصفات السائده. لازم يا جماعه نراجع على الصفات السائده والصفات المتنحيه بالنسبه للانسان اللي هي اسمها الوراثه المندليه. خلاص؟ عندنا في منها سائد وفي منها متنحي. صفات سائدة زي إيه مثلًا؟ زي القدرة على الالتفاف الأنبوبي للسان، ده صفة سائدة، في حين إن عدم القدرة على الالتفاف الأنبوبي للسان صفة متنحية. عدم وجود النمش صفة سائدة، وجود النمش صفة متنحية. ناس قليلة أوي اللي هي عندها نمش في وشها. خلاص؟ ده عشان هو صفة إيه؟ متنحية. بنفس الفكرة العيون الواسعة بتسود على العيون الإيه؟ الضيقة. ليه يا مستر لو قلنا علل السؤال ده؟ أقول له لأن جين العيون الواسعة بيسود على جين العيون الضيقة، بيكسبه فبيظهر الصفة بتاعته. طيب تفرز الغدة نقط هرمونا ينظم النمو العام. هرمون بينظم النمو العام. مين الغدة اللي بتفرز هرمون النمو؟ قال لي الغدة النخامية، اللي هي سيدة الغدد. خلاص؟ ما احنا عندنا الغدد أنواع: الغدة النخامية، الغدة الدرقية، غدة البنكرياس، خلاص؟ الغدتان الكظريتان والغدد التناسلية، اللي هي غدة الخصية وغدة المبيض. لازم نبقى عارفين كل غدة بتعمل ايه كويس قوي. خلاص؟ لأن دي نقط مشهورة جدا في الأسئلة بتاعت الامتحانات. طيب اف اي زائد 2 اتش سي ال. طيب خلاص كده يا مستر، اف اي ده عنصر وده مركب، اذا ده تفاعل احلال بسيط.
يعني ايه احلال بسيط؟ يعني عنصر ياخد مكان عنصر. قلت له يا مستر طب وانا بعرف منين العنصر اللي بياخد مكان العنصر؟ اقول لحضراتكم عن طريق متسلسله النشاط الكيميائي. طيب متسلسله النشاط دي كانت بالنسبه لمين؟ بالنسبه للهيدروجين. اللي فوق الهيدروجين اقوى، اللي تحت الهيدروجين اضعف. يبقى اللي فوق الهيدروجين ايه؟ اقوى، اللي تحت الهيدروجين ايه؟ اضعف. طب احنا محتاجين نعرف الضعاف. الضعاف 5 بنجمعهم في كلمه نزف البلاتين والذهب. حيث نون نحاس، زين زئبق، ف فضة. طب يا مستر انا بنساهم. اقول لك يا صديقي الحاجات اللي بيتعمل منها الحلي. الحلي اللي هو الذهب والنحاس خلاص، والفضة، ومعاهم البلاتين والزئبق. ليه يا مستر؟ ما احنا ليه الذهب غالي؟ لانه بيفضل محتفظ ببريقه ولمعانه، عشان هو ضعيف النشاط الكيميائي. يعني مثلا بالنسبه للسيدات انت بتلبس سلسله ذهب خلاص، لو تعرضت لميه لو تعرضت لهواء بتفضل زي ما هي، ما بتتاثرش خلاص. انما مثلا تخيل كده يا صاحبي ان انت نازل الميه ولابس سلسله حديد خلاص، مع ان السلسله دي مش للرجاله طبعا. لابس سلسله حديد يا مستر ونزلت الميه هلاقيها صدت بعد شويه خلاص. ليه؟ لان الحديد نشط كيميائيا في متسلسله النشاط الكيميائي. فهنعمل التفاعل، الحديد انشط من الكلور فياخد مكانه فاف اي سي ال 2. ومين اللي اتطرد؟ غاز الهيدروجين. هنا بقى بيقول لي يسمى القانون الاول لمندل يا صديقي. مندل والوراثه، مندل والوراثه. يسمى القانون الاول لمندل قانون ايه؟ لازم نبقى عارفين قوانين مندل. ايه ده يا مستر؟ ومندل عنده اكتر من قانون؟ طبعا يا صاحبي، مندل عنده قانونين. كم قانون؟ 2. طب تعال نشوفهم. القانون الاول لمندل اسمه ايه؟ قال لي اسمه انعزال العوامل. القانون الاول لمندل اسمه قانون ايه؟ انعزال العوامل. طب القانون الثاني لمندل اسمه التوزيع الحر للعوامل. التوزيع الحر للايه؟ للعوامل. يبقى احنا كده مندل عمل كام قانون؟ 2. القانون الاول اللي هو بيدرس زوج من الصفات، يعني احمر مع ابيض، طويل مع قصير، منتفخ مع محزز، طبعا الكلام هنا على البسله. طيب انما القانون الثاني بيدرس زوجين من الصفات. يعني ايه؟ يعني مثلا لما نجوز نبات احمر وطويل مع نبات ابيض وقصير خلاص، بيبقى هنا صفتين. ده اسمه قانون التوزيع الحر للايه؟ للعوامل. طيب يبقى اذا القانون الاول لمندل لسه قايلينه اسمه قانون ايه؟ انعزال العوامل. انعزال الايه؟ العوامل اهو. لو كان بيتكلم عن القانون الثاني كنا هنقول له التوزيع الحر للايه؟ للعوامل. طيب ما المقصود بالجهد الكهربي؟ خلي بالكم عشان في حته مهمه جدا هنا. ايه الفرق ما بين الجهد الكهربي وفرق الجهد؟ وده من التعريفات اللي دايما بنشوف ان الطلبه بتتلخبط فيها. ما المقصود يا صاحبي بالجهد الكهربي؟ الجهد الكهربي هو حالة الموصل، حالة الايه؟ الموصل التي تبين اتجاه انتقال التيار منه او اليه اذا ما وصل بموصل اخر. يعني ايه؟ يعني لو عندي موصل جهده الكهربي 100 وموصل جهده الكهربي 20، قلت له والله اللي جهده اعلى اللي هو ال 100 هيفضل يدي اللي جهده اقل اللي هو ال 20 لحد ما يتساووا مع بعض، وساعتها انتقال التيار هيتوقف لعدم وجود فرق في الجهد. يبقى اذا تاني، يبقى الجهد الكهربي ده حاله الموصل اللي هتبين يا ترى الكهرباء تنتقل منه ولا ليه. طب يا مستر ممكن مثال؟ اوريك مثال. ادي اهو موصل A وموصل B، ده جهده مثلا 100 وده جهده 20، قلت له والله الاعلى هيدي الاقل لحد اما الاثنين يتساووا يبقوا 60 و60 خلاص. طب هما دلوقتي حصل تساوي، هل هيستمر انتقال التيار؟ قلت له لا، لعدم وجود فرق في الجهد. يبقى ده تعريف الجهد الايه؟ الكهربي. انما تعريف فرق الجهد، فرق الايه؟ الجهد. ايه تعريف فرق الجهد؟ هديك مثال بسيط يا صديقي. تخيل كده ان انا عندي في الاوضه هنا في الجنب اليمين في 100 طوبه،
والجنب الشمال فيه 20 طوبه. خلاص؟ طيب انا جيت قلت لك ساوي لي الجنبين مع بعض، هتقول لي والله يا مستر انا هفضل اشيل طوب من الطرف الاعلى هنقله للطرف الاقل، فانا كده ببذل مجهود شغل، بتعب يا مستر، انا تعبت والله عشان انقل ال 40 طوبه من هنا لهنا عشان اسويهم. يبقى فرق الجهد هو مقدار الشغل المبذول لنقل كميه كهربيه. الكميه الكهربائيه بتقاس بايه؟ قلت له مقدارها 1 كولوم بين طرفي الموصل. بين طرفي الايه؟ الموصل. يبقى بين طرفي الموصل. يبقى اتمنى ان احنا نفرق كويس يا اولاد ما بين الجهد الكهربي وفرق الجهد. طيب نخش على السؤال اللي بعده اهو، لسه قايلينها متسلسله النشاط الكيميائي. قال لي متسلسله النشاط الكيميائي احنا شرحناها فوق، هي ترتيب العناصر تنازليا على حسب درجه نشاطها الكيميائي، يعني من الاقوى للاضعف. كل ما هو فوق الهيدروجين قوي، كل ما هو تحت الهيدروجين عناصر ضعيفه. يبقى مع بعض ما المقصود بمتسلسله النشاط الكيميائي؟ هي ترتيب العناصر الفلزيه تنازليا، يعني من الاكثر نشاط تنزل لحد الاقل نشاط. اللي بعده احسب طبعا شده التيار. ايه ده يا مستر؟ دي مساله على شده التيار. طب يا مستر هو انا عندي كام قانون على مسائل الكهربية؟ اقول لحضراتكم احنا عندنا 3 قوانين. طب يا مستر طب ما تيجي نبص عليهم كده ونتعرف عليهم سوا. عينيا حاضر. تعال نشوف. احنا عندنا قانون شدة التيار، وقانون فرق الجهد، وقانون المقاومة. يلا كده ها. شدة التيار، فرق الجهد، المقاومة الكهربية. كل واحدة منهم ليها قانون. قانون شدة التيار بيقول ايه؟ بس كده ده القانون اللي انت هتحفظه كويس جدا واللي هيخليك توصل لكل المعلومات عن شدة التيار. تيتا كبرها الزمن. تيتا كبرها ايه؟ الزمن. حيث ت هي شدة التيار. ت هي شدة الايه؟ التيار. وبتتقاس بوحدة اسمها امبير. وكاف كمية الكهربية وبتتقاس بوحدة اسمها كولوم. وزين الزمن وبيتقاس بوحدة الثانية. خلاص؟ يبقى زين ده الزمن وبيتقاس بوحده الثانيه. خد بالك هو ده الحاجه الوحيده اللي بيلعب عليها في القانون الاول. بمعنى ان انا بدل ما اديك الزمن بالثانيه ادولك بالدقيقه، فانت ساعتها هتضرب في 60. طب لو اديتك الزمن بالساعه هنضرب في 60 مرتين. محدش يقول لي بالله عليك 60 في 60 ب 120. يعني بلاش ارجوكم يعني. خلاص؟ يبقى ده القانون الاول اللي هو تيتا كبرها الزمن. بص يا صديقي، اللي فوق بيقسم اللي تحت بيضربوا بعض. يعني لو انا عايز ت يبقى كاف على زين. طب لو انا عايز زين يبقى كاف على ت. طب لو انا عايز كاف يبقى ت في زين. طيب مثلث فرق الجهد بيتعمل ازاي؟ اهو جده الشغل كبره. حيث جده هو فرق الجهد وبيتقاس بوحده اسمها فولت. وكاف طبعا احنا لسه قايلين كميه الكهرباء وكولوم. وشين غين الشغل المبذول بالجول. لازم يا بابا نعرف وحدات القياس. في فرق بين ان انا اقول لك كميه فيزيائيه وان انا اقول لك وحده قياس. عشان لو جالك سؤال مثلا نستخرج الكلمه الغير مناسبه، يجي يقول لك ايه؟ اسمع بقى. امبير وثانيه وكولوم وزمن. اذا الزمن هو الكميه المختلفه. ليه؟ لان دي وحدات قياس. يعني انا لما اجي اقول لك شده التيار 30، 30 ايه؟ تقول لي امبير. يبقى دي وحده قياس. يبقى المعلومه المهمه برضو اللي انا عايزكم تعرفوها ان هناك فرق بين وحده القياس وبين الكميه نفسها. انا لما اجي اقول لك كميه الكهرباء مثلا، او شده التيار، او الزمن، او فرق الجهد، دي اسمها كميات فيزيائيه. وحدات قياسها امبير، كولوم، فولت، ثانيه، الكلام ده كله. خلاص؟ طيب المقاومه الكهربيه قانونها بيقول ايه؟ اهو ماما جابت تورته. حيث مين ماما؟ المقاومه اللي بتتقاس بوحده اسمها الاوم. مين جيم؟ ما احنا لسه قايلين فرق الجهد وفولت. مين ت؟ شده التيار وامبير. خلاص؟ برضو كده على كده في، كده على كده في. خلاص؟ طيب عايزين نشوف بقى المساله بتتكلم عن انهي قانون. يا ترى انا احل المساله
بأنهي قانون يا مستر؟ تعال نشوف. هنا بيقول لي احسب شدة التيار. اوبا، ده انت عايز تيتا. الناتج عن مرور كمية كهربائية مقدارها 2400 كولوم. 2400 ايه؟ كولوم. خلال زمن قدره 4 دقايق. 4 ايه؟ دقايق. قلت له ده انت عايز انا مش عارفها. كاف اللي هي كمية الكهرباء ب 2400. الزمن باربع دقايق. مش هينفع يا مستر نضرب 4 في 60. 4 في 60 ب 200 وايه؟ و40. كده المسألة هتتحل. المثلث بتاع ايه؟ تيتا كبرها الزمن. انت عايز يبقى كاف على زين. 2400 على 4 في 60 ب 240. طب ليه يا مستر سيد انت ضربت 4 في 60؟ يا حبيبي ما هو مديك الزمن بالدقيقة وانا مش عايز الزمن بالدقيقة، لازم الزمن بالثانية. خلاص؟ الناتج اللي هيطلع 10 امبير. خلاص؟ ده بالنسبة للمسائل، وعلى حسب المسألة هنشوف المعطيات ونبتدي نحدد انا هستخدم انهي قانون. الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية في الذكور. طيب، لو جيت حضرتك بصيت على الهرمونات اللي عندك بالنسبة للذكور والإناث، احنا عندنا الخصيتان في المذكر والمبيضان للمؤنث. الخصية بتفرز هرمون، طبعا هرمون التستوستيرون، وده مسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية للذكور. خلاص، زي خشونة الصوت، خلاص، نمو العضلات والأعضاء التناسلية والكلام ده. المبيضان بيفرزوا هرمونين، الاستروجين، وده برضو الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية في الإناث. والهرمون الثاني اللي هو البروجستيرون. بيعمل ايه هرمون البروجستيرون ده؟ ده المسؤول عن استمرار الحمل. خلاص، ده الهرمون اللي بيساعد على استمرار الحمل. يبقى اذا يا مستر اخلي بالي انا كده معايا كام هرمون؟ 3. الخصيه التستوستيرون، المبيض الاستروجين والبروجستيرون. خلاص؟ طيب، يبقى اذا الهرمون المسؤول عن الصفات الجنسيه الثانويه في الذكور قلت له لا، ده التستوستيرون. طيب، بالنسبه لبدايه التفاعل الكيميائي تركيز المتفاعلات بيكون كام؟ قلت له في البدايه اذا المتفاعلات ب 100%. النواتج، هو لسه في نواتج طلعت يا مستر اذا كنت لسه بتقول لي في بدايه التفاعل. خلي بالك ان بمرور الزمن بتبتدي المتفاعلات تقل والنواتج تزيد. حتى لو انا جبت لك سؤال رسمه، ايه ده يا مستر؟ هو ممكن يجيب رسمه هنا؟ يا صديقي تعالى اوريك. اهو، ادي اهو التركيز. طبعا بيتقاس بوحده اسمها مول لكل لتر، مولكيور. وهنا بمرور الزمن اللي هتلاقي سهمه نازل، اللي احنا بنقول عليه نازل السلم، دي المتفاعلات. خلاص، واللي بيفضل يطلع، يعني المتفاعلات هتفضل تنزل 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 لحد ما توصل لصفر. النواتج هتفضل تزيد. يبقى اذا المتفاعلات بتقل، النواتج بتزيد. لو انا باشا بعمل كيكه، هنجيب بيض ودقيق ولبن وبيكنج باودر وفانيليا ونعمل خليط، خلاص، ونضيف عليه شويه شوكولاته كده من فوق، هيبقى طعمه حلو جدا. خلاص، نعمل الخليط ده كيكه شوكولاته. طب انا حطيت المكونات صح، هنقلها للفرن تتسخن فتطلع لي كيكه. المكونات اللي كانت موجوده اللي هي البيض والدقيق واللبن والبيكنج باودر والكلام ده كله، كل ده اختفى. خلاص، وتحول لايه؟ لمنتج تاني خالص. يبقى اذا المتفاعلات دايما، المتفاعلات بتنزل السلم والنواتج بتطلع السلم يا صديقي. خلاص؟ طيب، بالنسبه بقى لايه اللي بيحصل بمرور الزمن. لو جه قال لك في البدايه تقول له المتفاعلات 100%، النواتج قلت له 0%. خلاص؟ طب تعالى في النهاية بقى ايه اللي هيحصل؟ قال لي في النهاية المتفاعلات خلاص مفيش، صفر. النواتج هي اللي هتبقى بنسبة 100%. يا ريت نركز على السؤال ده، من الأسئلة المهمة جدا. يستخدم للتحكم في قيمة المقاومة بالدائرة الكهربية. مين اللي بيتحكم في قيمة المقاومة؟ اللي بيغير قيمة المقاومة في الدائرة الكهربية هي الريوستات. يجي واحد يقول لي طب الأوميتر
اقول له الاميتر بيقيس المقاومه. ايه ده يا مستر؟ ايه السؤال ده؟ تعال اعلمك. صلي على النبي. بص يا صديقي، ركز معايا. انا عندي الاجهزه اللي عندك، جهاز اسمه الاميتر وده بيقيس شده التيار، وجهاز اسمه فولتاميتر وده بيقيس حاجتين، لو الدايره مفتوحه ولو الدايره مغلقه. لو الدايره مغلقه بيقيس فرق الجهد عادي جدا، لو الدايره مفتوحه هيقيس حاجه اسمها قاف دال كاف، القوه الدافعه الكهربيه. بيبقى بيقيس حاجه اسمها القوه الايه؟ الدافعه الكهربيه. طيب، عندي الجهاز الثالث اسمه الاوميتر. طب الاوميتر ده بيقيس ايه يا مستر سيد؟ بيقيس المقاومه. قلت له طب ما المفروض انا اختار المقاومه. اقول له يا صديقي عيب، هو بيقول لي بيتحكم في المقاومه. هو مين اللي بيتحكم في المقاومه؟ الريوستات، اللي هي بتتحكم في شده التيار وفرق الجهد. يتصاعد غاز الاكسجين عند الانحلال الحراري لمركب ايه؟ مين المركب اللي بيقدر يطلع اكسجين؟ قلت له والله يا مستر لو حضرتك رجعت الفيديو الشرح بتاع الوحده الاولى هتلاقيني قايل لك ان السيو ده راجل بيستلف من اي حد جنبه. يقول لهم بعد اذنكم ممكن تاكسدوني، يعني ايه سيو سي او 3 كمثال. تعال نشوفها كده اهو. سيو سي او 3 النحاس، يقول لهم ايه ده انحلال حراري، ممكن تدوني اكسجين، اكسدوني والنبي. خلاص اهو سي يو او، ويتفضل ثاني اكسيد الكربون يبقى ما بتطلعش اكسجين. طب تعال نشوف اللي بعدها. سي يو اس او 4 بنفس الفكره، هيبقى سي يو او اهو، سي يو اس او 4 هتدي النحاس ده الشحات ادوني اوهايه اكسدوني، ويتفضل اس او 3. طب سي يو او اتش باي 2 سخن، برضه سي يو او وبخار الميه. تمام؟ طيب قلت له ماشي يا مستر، يبقى اذا الاجابه ان ايه؟ ان او 3. ليه؟ تعال اشرحها لك يا صديقي. دي نترات الصوديوم ان ايه؟ ان او 3. خلاص؟ بص بقى اللي هيحصل معايا. ان ايه؟ ان او 3 تتحول الى ايه بقى؟ خلاص؟ لو فكيناها هتبقى ان ايه؟ ان او 2 زائد اكسجين. اوزن المعادله، هنا 2 هنا 2 هنا 2. خلاص؟ يبقى الصوديوم بيكون ماسك الاول في النترات، فيسيب النترات ويروح ماسك في مين؟ في اختها الصغيره. بدل ما نترات صوديوم لونه ابيض يبقى نيتريت صوديوم لونه ابيض مصفر ويتصاعد غاز الاكسجين. شده التيار الناتج عن مرور كميه كهربائيه. بص يا صديقي، لو التعريف بدأ بشده التيار يبقى انت هنا بتتكلم عن الامبير. تعال نشوف المثلثات ونفهم منها الفكره اللي انا عايز اقولها لك. اهو، ما هو الامبير ده بيقيس ايه؟ شده التيار. يبقى لو التعريف بدأ بشده التيار يبقى انا بتكلم عن الامبير. طب لو جيت قلت لك الكولوم، ما هو الكولوم؟ ما هو يا مستر الكولوم ده بتاع كميه الكهربيه، يبقى لو التعريف بدأ كميه الكهربيه يبقى ده الكولوم. طب ما هو الفولت؟ فرق الجهد، لان الفولت بيقيس فرق الجهد. ما هو الاوم؟ مقاومه موصل. ايه ده يا مستر؟ انا ابتديت افهم. يعني انت وحده القياس بنشوفها هي بتقيس ايه، هو ده بدايه التعريف بتاعها. يعني الامبير شده التيار، الكولوم كميه الكهرباء، ايوه يا صديقي. هنا بقى بدا بشده التيار يبقى الامبير. اسئله علم تزداد سرعه التفاعل الكيميائي بزياده درجه الحراره. ازاي انا مستر؟ والله انا لو معايا كوبايتين ميه، واحده سخنه واحده بارده، هنا حطيت قرص فوار وهنا حطيت قرص فوار، قلت له يا مستر طبعا في السخنه هيدوب اسرع. مثال بسيط عندنا في البيت، هات كوبايتين شاي، كوبايه شاي سخنه جدا وكوبايه شاي عاديه بردت خلاص، وجرب تدوب السكر هنا وهنا. قلت له والله يا مستر في كوبايه الشاي السخنه السكر هيدوب اسرع. طب ليه؟ قال لي ما هو درجه الحراره بتعمل ايه؟ بتزود من عدد التصادمات ما بين الجزيئات، بتزود من عدد التصادمات ما بين الايه؟ الجزيئات. تخيل كده ان انا قاعد في اوضه كبيره، خلاص، قاعد فيها 4 افراد، كل فرد قاعد في ركن من اركان الاوضه. خلاص؟ طيب احتمال ان هم يخبطوا ببعض كتير ولا قليل؟ قلت له والله احتمال ان هم يخبطوا ببعض قليل، ده كل واحد قاعد في ركن.
قمت انا جاي طافي النور وضارب واحد منهم بالقلم، هتلاقي اللي حصل، تلاقيه قام ضرب اللي جنبه واللي جنبه يضرب اللي جنبه وكلهم هيضربوا بعض. ده اللي بتعمله الحراره مع الجزيئات، بتدي الجزيئات طاقه حركه، فسرعه الجزيئات بتزيد، فعدد التصادمات بتزيد، فسرعه التفاعل بتزيد. طيب السؤال اللي بعده، يفضل استخدام التيار المتردد على التيار المستمر. طبعا ده النقطة دي يا ولاد من النقط المهمة جدا جدا جدا، هي نقطة التيار المتردد والتيار المستمر. طب أنا أفرق ما بينهم إزاي؟ تعالى يا صديقي نفرق ما بينهم مع بعض. صلى على النبي. أنا عندي تيار اسمه تيار مستمر، وتيار اسمه تيار متردد. ماله بقى التيار المستمر؟ قلت له والله التيار المستمر ده ثابت الشدة وموحد الاتجاه، يعني بيمشي في اتجاه واحد. طب رسمته ازاي يا مستر سيد؟ تعالى اوريك. ادي شدة التيار بمرور الزمن، فهي ثابتة ما بتتغيرش، زي حجر الريموت اللي هو العمود الكهربي. تشتري حجر الريموت بتلاقي مكتوب عليه 1.5 فولت، بيفضل يديك ال 1.5 فولت لحد ما يخلص. مالناش دعوه بالناس اللي بتقعد تعضعض في الحجر، ده غلط. خلاص بيفضل يديك القيمه الثابته لحد ما يخلص. انما بقى التيار المتردد لا، خلي بالك، تيار متغير الشده، بيسري في اتجاهين متضادين، يعني بيتحرك في اتجاهين، فهتلاقيه دايما بيمر بقيمه عظمى وقيمه صغرى. ادي شده التيار، وادي يا صديقي بمرور الزمن، فهتلاقيه يطلع وينزل، يزيد ويقل على حسب الجهاز اللي هو بيشتغل عليه. فطبعا التيار المتردد افضل. طب ليه؟ لان انا امتى ما عاوز احوله لتيار مستمر، دي رقم واحد. يبقى اذا لانه يمكن تحويله الى تيار مستمر، ويمكن نقله لمسافات قصيره وطويله. انا ما ينفعش استخدم تيار مستمر مثلا في المسافات الطويله، زي ما يكون عندي طريق مثلا 500 كيلو، الطريق ده كله اعمده اناره. هل ينفع اشغل اعمده الاناره دي بالبطاريات كل يومين ثلاثه اروح اغير لها بطاريه؟ هل ده كلام منطقي؟ لا. قلت له يبقى انا لازم اوصل هنا تيار متغير الشده يسري في اتجاهين، اللي هو التيار المتردد. يبقى اذا لو انا جيت جاوبت السؤال ده ليه بيفضل التيار المتردد يا صديقي عن التيار المستمر، اقول لك ليه سببين: ان هو بيسري او بيتحرك لمسافات قصيره وطويله، وكمان ان اقدر احوله زي ما انا عايز لتيار مستمر على حسب الجهاز اللي هيشغله. طيب هنا بيقول لي مساله: وضح على اسس وراثيه صفات الجيل الناتج من تلقيح نبات بازلاء صفراء نقي واي كابيتال واي كابيتال مع نبات بازلاء خضراء نقي واي سمول واي سمول. قلت له طب انت كده كتر خيرك، ليه يا مستر؟ الراجل مديني معرفني مين الصفه السائده ومين الصفه المتنحيه. قلت له يا مستر الاصفر هو الصفه السائده، بينما الاخضر هو الصفه المتنحيه، لان احنا متفقين ان في مسائل الوراثه الصفه السائده بتاخد الرمز الكابيتال، الصفه المتنحيه بتاخد الرمز سمول. طب تعالى يا مستر معلش ممكن كده تفكرنا بمسائل الوراثه وتبسطها لنا؟ عينيا حاضر. تعالى نتكلم مع بعض عن مسائل الوراثه. انا عندي في مساله الوراثه في القانون الاول عندي 3 احتمالات للمساله. ايه اللي هو؟ تعالى نشوف. بص يا صديقي، بس قبل ما نبدا انا محتاج منك تعرف شويه تفاصيل. ان الرمز بي ده بيرمز للاباء، وجي دي الامشاج، خلاص. واف 1، اف 1 ده الجيل الاول، واف 2 ده الجيل الثاني، واكس دي معناها التزاوج. ماشي يا مستر. الصفه السائده والصفه المتنحيه بالنسبه للبازلاء احنا عندنا 7 صفات، لازم نبقى عارفين مين السائد ومين المتنحي، مين السائد ومين الايه المتنحي بالنسبه للبازلاء. بالنسبه مثلا الاحمر، اللون الاحمر الازهار بيسود على اللون الابيض، منتفخ القرن بيسود على المحزز، الطويل الساق بيسود على قصير الساق. كل ده الكلام ده لازم نبقى عارفينه. انما لو جت حاجه تانية هنفهمها من سياق السؤال. قلت له بص، لو انا بتكلم عن الصفه السائده، الصفه السائده تاخذ الرمز كابيتال، تاخذ رمز ايه؟ كابيتال. طب الصفه المتنحيه، قلت له يا مستر هتاخد نفس الرمز بتاع الكابيتال.
بس هتاخده ايه؟ سمول. يعني يا مستر نفس رمز الصفه السائده؟ ايوه. هتاخده سمول؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا جيت قلت لك نبات بازلاء احمر، والاحمر ده انا عارف ان هو الصفه السائده، نقي احمر، نقي تزاوج مع ابيض، مش لازم اقول نقي لان كده كده الابيض صفه متناحيه والمتناحي نقي دائما، فالاحمر ريد، اركتل اركتل. يبقى اذا الابيض مش هياخد دبليو، لا، هياخد نفس الرمز بس سمول. اتفقنا على الفكره دي؟ طيب النقطه اللي بعد كده، الصفه السائده ليها احتمالين، ان الصفه تبقى نقيه، فمثلا لو قلنا زي فوق الاحمر هيبقى ار كابيتال ار كابيتال، او هجين ار كابيتال ار سمول، لان الصفه السائده يكفي جين واحد منها بس عشان تظهر، انما الصفه المتناحيه هتبقى لازم نقيه، ار سمول ار سمول، مش هتتغير. عشان كده الصفه المتناحيه بتظهر بنسب قليله. يعني الصفه المتناحيه ما ظهرتش في الجيل الاول في مندل، ده ظهرت في الجيل الثاني بنسبه 25% فقط. خلاص، لان عشان تظهر محتاجه جين متناحي مع جين متناحي. فهمنا ليه الصفه السائده بتظهر اكتر؟ لان هي بيكفي جين واحد منها بس عشان تظهر، انما الصفه المتناحيه لازم جينين. طيب ماشي يا مستر، المسائل بقى افكارها ايه؟ نشوف مساله زي اللي قدامنا اهو. وضح على اسس وراثيه نبات بسله صفراء نقيه، قلت له ماشي، ادي اهو صفراء نقيه هتتزاوج مع خضراء برضو نقيه، وهو الله يبارك له مديني الرموز، فانا هعمل البيرنتس الاباء، واي كابيتال واي كابيتال هيتجوز مع واي سمول واي سمول. دايما انا برقم من الناحيه اللي فيها كابيتال. طيب تعالى، ده واحد، ده اتنين، ده تلاته، ده اربعه. تعالى بقى هنعمل الامشاج اهو، واي كابيتال لوحده، واي كابيتال لوحده، ها، واي سمول لوحده، واي سمول لوحده. وبعدين مش ده رقم واحد اهو، وده رقم اتنين، وده رقم تلاته، وده رقم اربعه. اعمل لي يا مستر الجيل الاول من تزاوج فرد نقي مع فرد نقي. يبقى الاحتمال الاول ان فرد نقي يكون مع فرد نقي. بص، لو انا هبتدي كده كده من السائد، فده هيبقى رقم واحد. واحد هيتزاوج كم مره؟ مرتين، مره مع ثلاثه ومره مع اربعه. يبقى اذا واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال واي سمول، يبقى تزاوج مرتين اركنه، اخش على اللي جنبه اروح هناك؟ لا يا مستر، انا الناحيه اللي ببدا منها بكمل فيها. يبقى هنا واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال واي سمول. طب ده هيبقى ايه يا مستر؟ قال لي طبعا بص عندك كده اهو، اهو كلهم هيبقوا اصفر اهو، ده اصفر، ده هيبقى اصفر، ده هيبقى اصفر، ده هيبقى اصفر. طب ليه يا مستر اصفر؟ لان يا مستر في كابيتال، طالما في كابيتال يبقى الصفه السائده هي اللي هتظهر. كلهم اصفر بنسبه 100%. قلت له طب نقي ولا جيم؟ اما يبقى معاك رمز كابيتال ورمز سمول، اذا الفرد ده هيكون فرد هجين. ادي المساله. طيب ده لو فرد نقي مع فرد نقي. في احتمال تاني، لو جبنا فرد هجين مع فرد هجين. لو فرد نقي مع فرد نقي النسبه 100% للصفه السائده. طب لو جبنا فرد هجين مثلا واي كابيتال واي سمول، هنجوزه مع واي كابيتال واي سمول. تعالى يا مستر، يلا نعمل الجيل الثاني الاف 2 اهو. ادي واي كابيتال واي سمول هيتجوز مع واي كابيتال واي سمول، ادي البيرنس. الامشاج ابعدهم عن بعض اهو، واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال واي سمول. ماشي يا مستر. اف 2 مستر هيفرق معايا ابدا من هنا ولا من هنا؟ من ناحيتين فيهم كابيتال، يبقى ده مثلا واحد، ده اتنين، ده تلاته، ده اربعه. واحد بيتجوز كم مره؟ اتفقنا بقى خلاص يا مستر، مع تلاته ومع اربعه، يبقى واي كابيتال واي كابيتال. هيتجوز مع مين؟ ادي اول مره، واي كابيتال واي كابيتال صاحبي، واي كابيتال واي سمول، ده الفرد التاني. كده انا جوزته كم مره؟ مرتين، اركنه خلاص. هخش على اخوه اللي جنبه، واي سمول واي كابيتال. بس بعد اذنك احنا بنبدا بالكابيتال احتراما لان هو الاقوى. واي كابيتال واي سمول اهو.
2 مع 4 واي سمول واي سمول. قلت له طالما في كابيتال اصفر اهو، اصفر اصفر، اوبا، واي سمول واي سمول، لا ده اخضر. يبقى اذا النسبه 1 إلى 3 اللي هي 25% ل 75%. يبقى كده انا خدت الاحتمال التاني. لو هجين مع عجين ثق تماما مهما عمل في المساله، قال لك النسبه طلعت 75 ل 25، ركز، يبقى ده فرد هجين مع فرد هجين. يعني ايه هجين؟ يعني عنده جين للصفه السائده وجين للصفه المتناحيه، وكده كده الصفه السائده هي اللي بتكسب. قلت له تمام ماشي يا مستر. ده المساله الفكره الثانيه. طيب الفكره الثالثه بقى اللي انا هوريها لك، وضح على اسس وراثيه. نوضح على اسس ايه؟ وراثيه. وضح على اسس وراثيه ناتج تزاوج فأر اسود. فأر ايه؟ اسود بكابيتال بسمول مع انثى بنيه بسمول بسمول. قلت له يا مستر طب كده انا اعرف منين مين سائد ومين متناحي؟ يا صديقي عيب، ده هنا في كابيتال. طالما في كابيتال يبقى اذا الاسود صفه ايه؟ سائده. طيب والبني صفه متناحيه لان هو مدالي بسمول بسمول. يبقى اذا لو حاجه غير البازلاء انا اعرفها من سياق الايه؟ المساله. يبقى اذا البيرنس بكابيتال بسمول هيتزاوج مع بسمول بسمول، يبقى ده فرد هجين مع فرد نقي. وبعدين الامشاج اهو، بكابيتال لوحده بسمول لوحده، هنا بسمول بسمول. ركز 1 2 3 4. طب ليه يا مستر ما رقمتش من هنا؟ يا صديقي ده كلهم سمول. الاف يلا ايه؟ الابناء. واحد هياخد 3 و4 يبقى بي كابيتال بي سمول بي كابيتال بي سمول. طيب بي سمول ده الفرد الاول، خلاص شكرا. الفرد الثاني ها بي سمول بي سمول بي سمول بي سمول. يبقى ده اسود، ده اسود، ده بني، ده بني. ايه ده مستر؟ يعني لو هجيب مع نقي النسبه هتبقى 50% للصفه المتناحيه و50% للصفه الايه؟ السائده اللي هي 1 إلى 1. لو جمعنا افكارنا مع بعض احنا عندنا المساله كده في كام احتمال؟ سائد نقي مع متنحي نقي، النسبه هتبقى 100% للصفه السائده وكل الافراد هجينه يعني كابيتال وسمول. طب لو هجين مع هجين قال لي لا، النسبه هتطلع 75% ل 25%. طيب لو هجين مع نقي النسبه هتطلع 50% ل 50 في الايه؟ في المية. طيب ماده تغير من معدل التفاعل دون ان تتغير. مين الماده اللي بتغير من سرعه التفاعل دون ان تتغير يا باشا وانت مغمض؟ العامل الحفاز. العامل الحفاز ده بيزود او بيبطئ سرعه التفاعل. لو بيزود يبقى عامل حفاز موجب، لو بيقلل يبقى عامل حفاز سالب. زي يا مستر اديني مثال على العامل الحفاز. يبقى في اتنين عندك كده في الفصل مش طايقين بعض، ما بيحبوش بعض، بس يكبروا يبصوا لبعض، كل واحد كده معدي يبص للتاني بقرف كده ومش طايق. يجي الواد السوسه بتاع الفصل يروح للواد يقول له ده شتمك يا صاحبي وعمال يقول عليك وانا اضربه وانا اجمد منه وانا. يروح للتاني يقول له ده عمال كل لما انت ما تبقاش موجود يقول ده انت ايه مالكش لازمه وهو يضربك وانت بتخاف منه والكلام ده. في ظرف ثواني الاتنين هيعملوا ببعض ايه؟ هيطحنوا بعض. الواد السوسه ده حصل له حاجه؟ ولا اي حاجه في الدنيا. هو ده العامل الحفاز، بيغير من سرعه التفاعل. عايز تسرعه بيسرعه لك، عايز تبطئه بيبطئ التفاعل دون ان هو يحصل له اي حاجه ولا كانه كان موجود. خلاص؟ طيب يتركب كيميائيا من حمض نووي دي ان ايه مرتبط مع بروتين، ده طبعا خدناه في الترم الاول، الا وهو الكروموسوم. الكروموسوم بيتكون من دي ان ايه مع بروتين. الوحده الدوليه لقياس الاشعاع الممتص هي وحده السيفرت. يبقى الوحده الدوليه اس في او السيفرت. اعضاء خاصه تقوم بافراز الهرمونات. ايه ده مستر؟ هي في اعضاء بتفرز الهرمونات؟ طبعا يا صديقي، اللي هي اسمها الغدد الصماء.
وطبعا في سؤال علل مشهور قوي يا اولاد، ليه سموها الغدد الصماء؟ قال لي عشان بتصب الهرمونات في الدم مباشره، يعني ولا ليها شرايين ولا ليها أوردة تمشي فيها، بتصب هرموناتها في مجرى الدم، في طريق الدم عشان تمشي، ملهاش طريق مخصص يعني شرايين أو أوردة بتمشي الهرمونات بس، لا، هي بتصب الإفرازات بتاعتها في مجرى الدم، ويمشي بقى الهرمون ده مع مجرى الدم ويروح للخلية اللي هو مستهدفها، اللي هي الخلية المستهدفة. عملية كيميائية ينتج عنها نقص نسبة الأكسجين. مستر الحتة دي بنتلخبط فيها جدا، اللي هي فكرة امتى أقول أكسدة وامتى أقول اختزال وامتى أقول عامل مؤكسد وامتى أقول عامل مختزل. تعال أوضح لك الفكرة دي، هنبسطها مع بعض إن شاء الله. بص يا صديقي، لو احنا جينا اتكلمنا عن نقطة الأكسدة أهو، وهنا الاختزال وانت بتحل في الامتحان، افتكر ان الأكسدة لها تعريفين بالنسبة للأكسجين وبالنسبة للإلكترونات. بالنسبة للأكسجين الأكسدة معناها زيادة نسبة الأكسجين، بالنسبة للإلكترونات معناها فقد الإلكترونات. يبقى أنا مستر قاعد متوتر في الامتحان، عمال هي كانت أكسدة ولا اختزال، عامل مؤكسد ولا عامل مختزل، يمشي معايا بالراحة وإن شاء الله هوصلك إن أنت تبقى عارف الفرق ما بينهم كويس. يبقى الاختزال قلت له الاختزال نقص الأكسجين أو اكتساب الإلكترونات. اكتساب الايه؟ الإلكترونات. يبقى ده أكسدة واختزال. طب امتى أقول أكسدة أو اختزال؟ لو يا صديقي التعريف بدأ بكلمة عملية، يبقى أنت بتتكلم يا عن أكسدة يعني اختزال. لو التعريف بقى بدأ بكلمة المادة، لو التعريف بدأ بكلمة الايه؟ المادة، يبقى أنا بتكلم عن عامل مؤكسد أو عامل مختزل. لو التعريف بدأ بكلمة المادة، يبقى أنا بتكلم عن عامل مؤكسد أو عامل مختزل. وخد بالك من النقطة المهمة دي، العامل عكس العملية. العامل عكس ليه؟ يعني اللي بيحصل له أكسدة بيبقى عامل مختزل. اللي بيحصل له أكسدة بيبقى عامل إيه؟ مختزل. طب اللي بيحصل له اختزال بيبقى عامل مؤكسد. قلت له ركز معايا كده بقى تاني يا مستر. يعني انا اول حاجه يا مستر اكتبها في الامتحان، يعني ايه اكسده ويعني ايه اختزال. الاكسده معناها زياده نسبه الاكسجين او فقد الالكترونات. طب الاختزال نقص الاكسجين او زياده الالكترونات. طب امتى اقول اكسده واختزال؟ لو التعريف بدا بكلمه عمليه. طب لو التعريف بدا بكلمه الماده يبقى العامل المؤكسد او العامل المختزل على حسب. طب رحت انا ايه يا مستر؟ العامل المؤكسد. طبعا انهي عمليه؟ قلت له العامل عكس العمليه. العامل عكس ليه؟ العمليه. يعني اللي بيحصل له اكسده بيبقى عامل مختزل، واللي بيحصل له اختزال بيبقى عامل مؤكسد. اذا عمليه كيميائيه يبقى يا اما اكسده يا اما اختزال. انا استبعدت اول اجابتين، العامل المؤكسد والعامل المختزل. ينتج عنها نقص نسبه الاكسجين. طب تعال نشوف نقص الاو، يبقى اذا العمليه دي اختزال. خلاص؟ طيب بعد كده بيقول لي الصفه التي تظهر في جميع افراد الجيل الاول. قلت له الصفه السائده يا عم مندل. طيب السؤال اللي بعده، ماذا يحدث عند اضافه نترات الفضه الى كلوريد الصوديوم؟ ماشي يا مستر، نترات الفضه الى كلوريد الصوديوم. تعال نشوف التفاعل ده مع بعض كويس جدا. ادي اهو نترات الفضه زائد كلوريد الصوديوم. ده مستر مركب مع مركب وانت مغمض، مركب مع مركب يعني شق موجب شق سالب شق موجب شق سالب، 1 2 3 4، 1 4 3 2. ايه ده يا مستر، يا خطه ماتش ولا ايه؟ لا يا صديقي، دي طريقه عشان تبسط عليك ايه اختيار ايه المركب. يبقى ايه جي سي ال راسب ابيض زائد ان ايه ان او 3 نترات الفضه، عفوا نترات الصوديوم. يبقى اذا ماذا يحدث؟ هنقول له هيتكون راسب ابيض من كلوريد الفضه، ولازم اكتب المعادله. ماذا يحدث عند نقص مستوى سكر الجلوكوز في الدم؟ اما سكر الجلوكوز بيقل هنعمل ايه؟ الحته دي بتلخبط يا مستر.
تعالى يا صديقي نركز على الجزء ده كويس جدا. انا عندي غدة البنكرياس بتفرز الهرمون وعكسه. يعني ايه؟ بتفرز الانسولين وبتفرز الجلوكاجون. الانسولين ده بيعمل ايه يا مستر؟ ركز كده. الانسولين ده جبت يا باشا طبق بسبوسه كده واكلته كله، الجسم بيصوت يا نهار اسود، ايه ده؟ ايه كميه السكريات اللي دخلت الجسم دي؟ الحقنا احنا هنموت. الحق يا مخ، المخ يا نهار ابيض، ايه كميه السكر دي كلها؟ يا غدد يا صماء يا بنكرياس الحق، عايزين نقلل نسبه السكر. يبقى ساعتها هنفرز الانسولين. يبقى دور الانسولين هنا خفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم. خلاص، عن طريق ان هو بيحفز الخلايا وبيحفز الكبد ان هم يخزنوا السكر. خلاص، بيحفز الكبد ان هو يخزنه في صوره جلايكوجين، يبقى يخزنه في صوره جلايكوجين. انما الجلوكاجون ده بقى، انا ضمير انبني، اكلت صينيه البسبوسه يا باشا واكلت المدلعه والمتشخلعه والحاجات الغريبه اللي نازله اليومين دول، بص سكر، كميه سكر غير طبيعيه. طيب ايه الحل؟ قلت خلاص انا هأدب نفسي، انا هعمل دايت يا باشا، مفيش اكل خلاص تاني، في السكريات داخل. يوم يومين 3 4 5 10، الجسم ايه ده؟ مفيش سكريات داخله. طب ايه هنعمل ايه؟ ايه الحل؟ قال لي هنسحب اللي عندنا جوه، ما احنا مخزنين بقى، ده احنا واكلين بسبوسه وقشطوطه وخاربين الدنيا. قال لك الحل ايه؟ هرمون الجلوكاجون. هرمون الجلوكاجون يروح للكبد، يقول له يا كبد بالله عليك انت كنت مخزن عندك شويه سكريات كده في صوره جليكوجين، انا عايزهم، احنا هنقع، ما فيش سكر داخل الجسم. يقول له خلاص خد يا باشا الجليكوجين، اعمل رفع المستوى سكر الجلوكوز في الايه؟ في الدم. يبقى اذا هنا ايه اللي هيحصل لو نقص مستوى سكر الجلوكوز؟ عليك وعلى الجلوكاجون، اللي هو هيقول للكبد يا كبد الحق الراجل ده بيموت، ما عندوش سكر في جسمه، طلع من اللي عندك جوه. خلاص. طيب بيقول لي ايه بقى السؤال اللي بعده؟ بطاريه مكونه من 3 اعمده كهربائيه، كل عمود بواحد ونص. صديقي في اي مساله لازم تستخدم الاعمده اللي هو مديلك، يعني مديني 3 اعمده عايزهم على التوالي وعلى التوازي، كل مره لازم استخدمهم، ما تجيش في مره تستخدم لي 2. خلاص، لا لازم استخدم ال3 اعمده اللي هو مديهم. طيب هنا بيقول لي 1.5 وصلهم على التوالي، قلت له بسيطه، على التوالي اللي هي مستر سعيد بيسميها طريقه القطار، كلنا جنب بعض. 3 اعمده اهو، ادي عمود موجب سالب، ادي عمود، ادي عمود، بيتوصلوا ازاي؟ موجب الاول بسالب الثاني، موجب الثاني بسالب الثالث، وبنقفل ايه؟ الدايره بتاعتنا. ده ب1.5 على التوالي، قلنا بنجمع على التوالي ليها قانونين، يا اما نضرب عدد الاعمده في قفل العمود الواحد، يا اما نجمعهم، 1.5 زائد 1.5 زائد 1.5 يبقى 4.5 فولت. طيب على التوازي بقى، قلت له لا، على التوازي مستر سيد بيقول عليها طريقه العماره، ادي الدور الاول، الدور الثاني، الدور الثالث، وكل السالب هيتوصل بخط واحد وكل الموجب هيتوصل بخط واحد، وبعد كده هقفل. بص يا بابا، مهما وصلت اعمده على التوازي لو 1000 عمود هيدوك قيمه عمود واحد. قلت له طب يعني كده هتبقى ب1.5 فولت؟ قال لي اه. طب معلش يا مستر وانا بستفاد ايه من التوصيل على التوازي؟ اقول لك ان انت هتاخد بطاريه عمرها اطول، يعني هي بتديك 1.5 بس لما يخلص الاول هيشتغل الثاني الثالث الرابع، فبتديك فتره زمنيه اطول من العمل. نكمل كده، على التوالي هتبقى ب4.5، على التوازي هتبقى ب1.5. قاعد كتابه العباره بعد التصويت، لسه شايفين السؤال ده من شويه. يستخدم جهاز الاميتر لقياس القوى الدافعه. ارجع طبعا لاول الفيديو لما انا قلت لك كل جهاز بيعمل ايه. القوى الدافعه لا، ده الفولت تميتر هو اللي بيقيس القوى الدافعه. ماشي. زيادة إفراز هرمون الكاليستونين يؤدي إلى الإصابة بمرض التضخم الجحوظي؟ لا طبعا مش الكاليستونين، لا ده السيروكسين، أو ممكن نقول عليه الدرقين لأنه بيفرز من الغدة الدرقية.
تحتوي أنوية العناصر المشعة على عدد من البروتونات؟ لا طبعا، النيترونات. الصفة الغير قابلة للانتقال من جيل لآخر تسمى صفة وراثية؟ قلت له لا طبعا، دي صفة مكتسبة اللي الإنسان بيتعلمها. زي ايه؟ مهارة لاعب كرة القدم، مش شرط عشان أنا لعيب كرة قدم يبقى ابني لعيب كرة قدم. مش شرط عشان أنا سباح كويس إن ابني يبقى سباح. مش شرط إن أنا عشان بتكلم إنجليزي وفرنساوي وألماني وإيطالي إن ابني يبقى بيتكلم زيي. خلاص، دي صفات الإنسان بيكتسبها بيتعلمها. طيب، يحمل الفرد النقي خلاص جين للصفة السائدة وآخر للصفة المتنحية؟ قلت له طبعا لا، ده مش فرد نقي يا مستر، ده الفرد الايه؟ الغير نقي. الغير ايه؟ نقي، اللي هو هجين، اللي هو بيحمل جين للصفة السائدة مع جين للصفة المتنحية. العامل المختزل هو المادة التي تكتسب؟ قلت له اكتساب الإلكترونات، دي عملية اختزال، واللي بيحصل له اختزال بيبقى عامل مؤكسد. وضح بالمعادلات تفاعل إضافة فلز المغنيسيوم في كبريتات النحاس، واللي بعده تفاعل فلز الصوديوم مع المية. طب سهلة جدا، احنا هنحط المغنيسيوم اهو مع كبريتات النحاس اللي لونها أزرق، وعلى فكرة ده تفاعل إحلال بسيط، عنصر ومركب يا صديقي يبقى إحلال بسيط، فالمغنيسيوم أكثر نشاطا من النحاس، MgSO4 وCU هيطرد في صورة راسب أحمر. طيب، تفاعل الصوديوم مع المية دي معادلة سهلة جدا أهو، 2 صوديوم مع 2 مية. خلاص، الصوديوم يطلع زي ما هو 2 Na وياخد OH، يبقى NaOH. أي فلز بينزل المية بيطلع الفلز ومعاه OH، بيطلع هيدروكسيد الفلز. ومين هنا اللي هيطرد؟ غاز الهيدروجين H2 الذي يشتعل بفرقعة عند تقريب مصدر لهب. طيب، قارن بين العمود الجاف والدينامو من حيث تحولات الطاقة. في العمود الجاف طبعا بتتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية لأن اسمها خلايا كهروكيميائية. طب في الدينامو يا صاحبي؟ قلت له في الدينامو الدينامو ده مولد بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. خلاص؟ طيب، نخش بعد كده بقى على الجزء اللي بعده. يقدر الشغل المبذول بوحدة ايه يا صديقي؟ قلت له الشغل المبذول بوحدة ايه؟ نشوف مع بعض. الجول طبعا. تعتبر العيون الزرقاء الضيقة من الصفات الوراثية المتنحية. صفة متنحية. ليه؟ لأن مفيش ناس كتير عيونها زرقاء. صفة ايه؟ قليلة جدا، فهي صفة متنحية. طيب ماشي، يتركب الكروموسوم من حمض نووي؟ طبعا هو DNA. طيب، قراءة الفولتميتر قلت له والله ده ب3 توالي وده ب3، دول الاتنين توالي مع بعض. طب دول يا مستر؟ قال لي ده هتاخد واحد منه لان في واحد على التوازي مش هيتحسب. لو في 10 اعمده بابا متصلين في عماره واحده تحت بعض انا باخد عماره واحده، دور واحد منهم عفوا. يبقى اذا 3 و3 و3 اذا كلها ب9 فولت. تعتبر غدة البنكرياس غدة مزدوجة الوظيفة. بيقول لك البنكرياس غدة مزدوجة الوظيفة طبعا، وغدة مختلطة. مزدوجة الوظيفة لأن هي بتشتغل من ناحية غدة صماء إن هي بتفرز الهرمونات زي ما قلنا هرمون بتاع الجلوكا جون، وكمان هرمون الانسولين، وكمان بتفرز ايه بقى؟ بتفرز يا مستر عوامل مساعده بتساعد في هضم الطعام. خلاص، يبقى بتفرز عوامل بتساعد على هضم الايه؟ الطعام. طيب، اذا الاجابه صحيحه. خلاص. طيب، يعبر عن التفاعل ده Cl2 زائد 2 الكترون. طيب اقول لك حاجه، هل دي اكسده ولا اختزال؟ بص يا صديقي، ببساطه شديده، لو الالكترون في النواتج، لو الالكترون بره في النواتج اذا دي عمليه اكسده. طب لو الالكترون جوه في المتفاعلات وانت مغمض
دي عملية اختزال. طيب هنا الإلكترون جوه في المتفاعلات، دي عملية أكسدة؟ لا، دي اختزال. يبقى لو الإلكترون كان هنا بره يبقى دي عملية أكسدة. زي كده مثلا Na خلاص تحول إلى Na موجب زائد إلكترون، إلكترون بره في النواتج أهو بعد السهم، والله أكسدة. طب لو العكس يعني إيه؟ Na موجب زائد إلكترون هيطلع Na تعادل، ده إلكترون جوه يبقى اختزال. بس نكمل بقى الفيديو بتاعنا، بس احنا نقلنا لوكيشن جديد بقى كنوع من التغيير كده وايه عشان نظبط الدنيا. طيب كنا بنكمل صح وغلط. سؤال رقم 3، يضبط هرمون الكاليستونين مستوى الكالسيوم في الدم. احنا كنا متفقين مع بعض ان الغده الدرقيه بتفرز هرمونين، هرمون الكاليستونين وهرمون السيروكسين. دايما بنقول الكاليستونين كاف كاف، الكاليستونين بيضبط مستوى الكالسيوم، اذا الاجابه صحيحه. المركبات التساهميه تكون بطيئه في تفاعلاتها؟ طبعا ايوه مستر، المركبات التساهميه تفاعلاتها بطيئه، في حين ان المركبات الايونيه تفاعلاتها ايه؟ سريعه. لو انت عايز تجرب التفاعل ده في البيت، عندك شويه ملح وشويه سكر. الملح مركب ايوني، ايونات يعني شق موجب وشق سالب. اما تيجي تدوبه في الميه هيدوب اسرع من السكر اللي هو مركب تساهمي. طيب ما معنى قولنا ان القوة الدافعة الكهربائية لعمود كهربي تساوي 1.5 فولت؟ هي ايه القوة الدافعة الكهربائية؟ هي فرق الجهد بين قطبي البطارية امتى؟ اما تكون الدايرة مفتوحة. خلي بالك من النقطة دي كويس. اما نيجي نتكلم عن القوة الدافعة الكهربائية احنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا 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 وبتلخبط كتير جدا. ليه؟ لان احنا لما جينا نتكلم عن الفولتميتر، الفولتميتر كان بيقيس حاجتين، بيقيس فرق الجهد الكهربي وكان بيقيس القوة الدافعة الكهربائية. فرق الجهد الكهربي ده بيقيسه امتى؟ اما تكون الدائرة مغلقة. يبقى والدايرة مغلقة الفولتميتر هيقيس ايه؟ قال لي هيقيس فرق الجهد. طب لو الدايرة مفتوحة هيقيس القوة الدافعة الايه؟ الكهربائية. يبقى نخلي بالنا الفولتميتر بيقيس كام حاجة؟ حاجتين، بيقيس فرق الجهد لو الدائرة مغلقة، وبيقيس قاف ده الكافي اللي هي القوة الدافعة الكهربائية اما تكون الدايرة مفتوحة. يبقى ما معنى قولنا ان القوة الدافعة الكهربائية لعمود كهربي تساوي 1.5 فولت؟ اي ان فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي عندما تكون الدائرة مفتوحة ب1.5 فولت. طيب اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. العامل الحفاز الذي يقوم بخفض سرعة التفاعل الكيميائي. طب يا مستر الخفض سرعة التفاعل الكيميائي؟ قال لي اه. طب هو انا لو كتبت هنا عامل حفاز، صديقي خد بالك العامل الحفاز نوعين، عامل حفاز موجب وعامل حفاز سالب. العامل الحفاز الموجب هو اللي بيرفع سرعة التفاعل، العامل الحفاز السالب هو اللي بيخفض سرعة التفاعل. إذا هو هنا بيخفض سرعة التفاعل يبقى ده عامل حفاز سالب. تحول تلقائي لأنوية بعض ذرات العناصر المشعة الموجودة في الطبيعة كمحاولة للوصول لتركيب أكثر استقرارا. هو تحول تلقائي، تلقائي يعني دون تدخل إنسان، اللي هو النشاط الإشعاعي. النشاط الإيه؟ الإشعاعي اللي هي ظاهرة طبيعية بتحصل الإنسان ما بيتدخلش فيها، اللي هي حصلت مع هنري بيكوريل أما جاب صخور اليورانيوم وحطها في المكتب عنده فبوظت أفلام التصوير. طب ليه أتلفت أفلام التصوير؟ استنتج هنا هنري بيكوريل إن هي هنا بتطلع أشعة غير مرئية اللي هي ألفا وبيتا وجاما. طيب يبقى إذا تحول تلقائي اللي هو النشاط الإشعاعي، اللي هي ظاهرة النشاط الإيه؟ الإشعاعي. طيب الطريقة المستخدمة في توصيل الأعمدة الكهربائية، وخد بالك للحصول على أكبر قوة دفعة كهربائية، ركز معايا في النقطة دي. احنا عندنا طرق التوصيل طريقتين، في منها على التوالي وفي منها على التوازي.
طب على التوالي وعلى التوازي بيعملوا ايه؟ على التوالي هتديك اكبر قيمة للبطارية. طب على التوازي اقل قيمة. اقل ايه؟ قيمة، اللي هي كده قيمة عمود واحد. طيب ممكن يا مستر مثال نفهم؟ تعال اوضح لك. لو جيت انا قلت لك انا معايا 3 اعمدة. كم عمود؟ 3 اعمدة، كل عمود بواحد ونص فولت. وصلهم مرة على التوالي ومرة على التوازي. اما اجي اقول لك توالي، مستر سيد بيقول على التوالي طريقة ايه؟ القطار، القطر كله جنب بعضه وبناخد مجموعهم. يعني ايه؟ عمود 2 3، الموجب الاول بالسالب الثاني والموجب الثاني بالسالب الثالث وهكذا. 1.5 فولت، 1.5 فولت، 1.5 فولت، اللي هي في الاخر ب4.5 فولت، اللي هي اكبر قيمه للبطاريه. لو جيت قلت لك على التوازي، على التوازي بنقول عليها طريقه العماره، كله تحت بعض. يعني 1 2 3، كل السالب مع بعض وكل الموجب مع بعض. فده بواحد ونص وده بواحد ونص وده بواحد ونص، بس في الاخر انا هاخد قيمة عمود ايه؟ واحد. ايه ده مستر؟ يعني انا لو موصل 100 عمود على التوازي اكنهم عمود واحد. 10 20 30، هو انت بتحسب عمود واحد منهم. يعني لو كل دول 100 عمود بواحد ونص تحت بعض انا باخد واحد. طب ايه الاستفادة يا مستر من التوصيل على التوازي؟ الاستفادة بابا من التوصيل على التوازي ان انا هحصل على بطارية هتديني مدة اطول. يعني ايه؟ اما يخلص العمود ده اللي بعده هيشتغل، اللي بعده هيشتغل وهكذا. فعلى التوازي بيديني اقل قيمة اللي هي قيمة عمود واحد، اللي هي في المسألة هنا بواحد ونص ايه؟ فولت. طيب يبقى اكبر قوة دفعة يبقى التوصيل على التوالي اكبر قوة دفعة. عملية كيميائية، طبعا شرحناه في بداية الفيديو، عملية كيميائية تؤدي إلى نقص. طالما بدأ التعريف بكلمة عملية مش المادة، طالما أنا قلت عملية يبقى يا إما أكسدة يا إما اختزال. طب هو قال لي نقص نسبة الأكسجين. الأكسدة معناها زيادة الأكسجين أو فقد الإلكترونات، إنما دي عملية اختزال لأنها نقص الأكسجين. طيب عند تزاوج ذكر وأنثى تركيبهم الوراثي بكابيتال بسمول مع بكابيتال بكابيتال يحتمل أن يظهر في أبنائهما بنسبة. طيب بص يا مستر، هو قال عند تزاوج ذكر وأنثى تركيبهم الوراثي بكابيتال بسمول، التركيب الوراثي بكابيتال بكابيتال يحتمل أن يظهر في أبنائهما بنسبة كام؟ قلت له يا مستر ده الاثنين بكابيتال بسمول، إذا يا مستر الاثنين هجين. الاثنين إيه؟ هجين. قلت له طب تعالى نشوف مع بعض. انا هعمل تزاوج ما بين بي كابيتال بي سمول مع بي كابيتال بي سمول، دول البيرنس. الامشاج اعزل اهو اهو اهو، ادي اهو الاربع افراد. ده رقم واحد، ده اتنين، ده تلاته، ده اربعه. خلاص، ما هو هنا بي كابيتال بي سمول هنا بي كابيتال بي سمول، فمش هتفرق انا ابدا من انهي جنب فيهم. طيب واحد بياخد تلاته واربعه، يبقى واحد هيبقى بي كابيتال بي كابيتال، ادي اول مره، ادي اهو ايه؟ الابناء اللي هو الجيل رقم 2. طيب وبي كابيتال برضه هتاخد بي سمول، يبقى كده هو اتجوز مرتين، مره مع 3 ومره مع 4. ناخد 2 بقى، 2 برضه هيتجوز مع 3 ومع 4، يعني بي سمول بي كابيتال، بس احنا بنبدا بالكابيتال الاول، يبقى بي كابيتال بي سمول. طيب بي سمول بي سمول، يبقى اذا الفرد بي كابيتال بي كابيتال ظهر احتمال واحد في الاربعه، يعني 25%. وهنا السؤال ذكي جدا، لان انت متعود ان هو بيقول لك الصفه بي كابيتال بي سمول او بي كابيتال بي كابيتال ظهرت بنسبه 75%، هي كده كده الصفه السائده. ولكن هو هنا بيتكلم في السؤال كان واضح، قال لك عند تزاوج ذكر وانثى تركيبهم الوراثي بي كابيتال بي سمول، فإن التركيب الوراثي بكابيتال بكابيتال فقط. لو كان قال التركيب الوراثي للصفة السائدة كانت 75%، إنما هو هنا قال بكابيتال بكابيتال، إذا احتماله 25%. طيب السؤال اللي بعده، تنحل كربونات النحاس بالحرارة إلى أكسيد النحاس. دايما الكربونات بتطلع غاز ثاني أكسيد الكربون، وده هي المعادلة بتاعتها، كربونات النحاس
Cu CO3 هنسخنها. النحاس ده عارفينه الشحات، ممكن أهاية ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق. طيب السؤال اللي بعده، تبعا لمتسلسلة النشاط الكيميائي يعتبر الألمنيوم أنشط من مين؟ قال لي من الخرسين. ليه؟ لأن احنا عندنا سؤال علل بالرغم من أن الألمنيوم يسبق الخرسين، يعني الألمنيوم فوق الخرسين، فالمفروض أن تفاعله يكون أقوى، ولكن عندك التفاعل بتاع الألمنيوم أضعف. خلاص؟ لتكون طبقة من الأكسيد على سطحه. إذا الألمنيوم بيسبق الخرسين. تبعا لقانون مندل الأول، خلي بالك من أسامي القوانين بتاعت مندل. القانون الأول لمندل اسمه انعزال العوامل. القانون الثاني لمندل اسمه التوزيع الحر للعوامل. خد بالك من الفرق ما بين الأسامي. طيب تبعا للقانون الأول لمندل، فإن العوامل الوراثية طبعا تنعزل عند تكوين الأمشاج. خلي بالك مندل عنده 4 فروض. أول فرض قالوا إن الصفات الوراثية بتنتقل من الآباء إلى الأبناء عن طريق حاجة اسمها العوامل الوراثية، اللي احنا قلنا عليها بعد كده إيه؟ الجينات. اللي جه العالم جوهانسن قال عليها الجينات. يبقى أول فرضية هتاخدها وتركز عليها، تنتقل الصفات الوراثية بواسطة حاجة اسمها العوامل الوراثية. العامل الثاني ان بيتحكم في كل صفة. عاملين، واحد جاي من الاب واحد جاي من الام. طيب العاملين دول بيحصل فيهم ايه؟ اللي بينعزل العاملين اثناء تكوين الامشاج، يعني هينعزلوا اثناء تكوين الامشاج في المذكر وفي المؤنث. 4 العاملين دول هيجتمعوا مرة أخرى، يبقى يجتمع العاملان مرة أخرى أثناء عملية الإخصاب. يبقى العاملين هيجتمعوا مرة أخرى عند عملية الإيه؟ الإخصاب. طيب نبص مع بعض كده في الشكل المقابل، ما النتائج المترتبة على تساوي الجهد الكهربي للموصل A مع الموصل B. قلت له والله يا مستر لن يمر التيار الكهربي. طب ليه يا مستر مش هيمر التيار الكهربي؟ ليه مفيش تيار كهربي هيمر؟ اقول لك الجهد متساوي، احنا بقينا قد بعض في الجهد الكهربي. لكي يمر تيار كهربي يجب ان يكون هناك فرق في الجهد، يعني واحد اعلى جهد هيدي الاقل جهد. انت معاك 100 جنيه وانا معايا 20 جنيه، فاقول لك يا عم خلينا نتساوى كده، خليك حلو. تقوم انت مدينا 40 جنيه، تقول لي انت معاك 60 وانا معايا 60. طب اول ما تساوينا اقول لك اديني فلوس تاني، تقول لي ليه؟ صح؟ مش احنا بقينا قد بعض خلاص، انت عايز ايه تاني؟ فاهم الفكره؟ طيب يبقى اذا لن يحدث مرور تيار كهربي، يعني مفيش انتقال تيار كهربي ما بينهم. خلاص؟ لن يمر التيار الكهربي بينهما، مش هينتقل التيار الكهربي بينهم. ليه يا مستر؟ خلاص فهمنا، لان هما الاثنين ايه؟ متساويين في الجهد. أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط. يا ريت تاخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا. أحيانا يجي يقول لك صوب ما تحته خط، أو زي ما جايبها لك كده أعد كتابة العبارات بعد تصويب ما تحته خط. وأحيانا يقول لك صوب بشرط عدم تغيير ما تحته خط. يا ريت يا جماعة عشان بالله غلطات يعني تزعل قوي، نركز قوي في قراءة السؤال. طيب بص يا مستر، يزداد افراز هرمون الدرقين عند الخوف والغضب والانفعال. قلت له لا، الدرقين ده بابا اللي هو السيروكسين، ده اللي بينظم عمليات التحول الغذائي. اللي بيفرز اثناء الخوف والغضب والانفعال هو الادرينالين. زي ايه يا مستر؟ اما يهجم عليك كلب شرس، تبقى مروح كده من الدرس بالليل ماشي جنب العربيات، كلب يطلع من تحت العربيه يهوهو عليك، ديلك في اسنانك ويفكيك طياره على البيت. او هتقف بقى وتقعد كده، يعني مش هنقول خلاص، جري يا باشا بلا توقف. قابل صحابك تاني يوم تقول لهم ايه؟ والله امبارح جري ورايا كلب، ده انا جريت جري ما جريتوش في حياتي. ازاي انا جريت الجري ده كله؟ بسبب افراز هرمون الادرينالين يا باشا. انت ايه كلب يعضني؟ لا انا هجري مش هقف.
خلاص؟ يبقى لو جالك سؤال في الامتحان ممكن يجي يقول لك ايه؟ ماذا يحدث عند تعرض شخص ما لموقف هجوم كلب شرس؟ تقوم انت ردد عليه تقول له تستجيب الغده النخاميه اللي هي اسفل المخ بافراز الهرمون المنشط للغدتان الكظريتان اللي هم بيفرزوا هرمون الادرينالين، فتستجيب بسرعه بقى بافراز هرمون الادرينالين ويا باشا تجري جري انت ما جريتوش في حياتك. خلاص؟ وحده قياس الاشعاع الممتص طبعا هي السيفرت، وهي الوحده الدوليه لقياس الاشعاع الممتص بواسطه الجسم البشري. المسؤول عن افراز هرمون التستوستيرون هو الغده النخاميه؟ طبعا لا، التستوستيرون ده الهرمون اللي بيفرز من غده الخصيه، وده خاص بالذكر، الخلايا بتاعت الخصيتين في الذكر. خلاص؟ طيب سؤال 4، عايز شدة التيار الناتج عن مرور كمية كهربائية مقدارها 5400 كولوم في زمن قدره 5 دقايق. احنا خدنا مع بعض 3 قوانين، وارجع لبداية الفيديو انا اتكلمت عن القوانين، اللي هو تيتا كبرها الزمن وجده الشغل كبره وماما جابت تورته، الكلام ده كله. الوحيد اللي انا قلت لك ركز في تفصيلته اما يديك الزمن. هي دي التحويله الوحيده اللي عندك. ليه؟ لان هو هنا مديني الزمن ب5 دقايق، قلت له ما ينفعش، لازم احول الزمن، يبقى الزمن بيساوي 5 في 60 ب 300. خلاص؟ طيب هنا 4500 كولوم. ايه ده يا مستر؟ طب ما انا كده معايا الزمن ومعايا كاف كميه الكهربيه. طب كده انت عايز مين؟ نرجع بقى نشوف المثلث ده، تيتا كبرها الزمن، انت عايز شده التيار ت، يبقى ت بتساوي كاف على زين 4500 على 300، طير الاصفار 15. طب قلت لي 15 وسكت، تنقص نص درجه. ليه يا مستر؟ هي شده التيار يا صاحبي بتتقاس بايه؟ هو شده التيار مثلا نقول بشده التيار بتقاس بوحده الثانيه، بوحده الفولت، بوحده الجول، بوحده الكولوم، بوحده ايه؟ امبير. يبقى 15 امبير. طيب تظهر الصفه السائده في الجيل الثاني لقانون التوزيع الحر للعوامل بنسبه كام؟ قانون التوزيع الحر للعوامل ده القانون الثاني، كده بنسبه 75%، اللي هي بنسبه 3 الى 1 اللي هي الثلاثه يعني. طيب قدامك التفاعل التالي، طب ده مركب مع مركب، شارحين الفكره برضو. اول ما تلاقي مركب مع مركب، شق موجب شق سالب، شق موجب شق ايه؟ سالب. يبقى كده اهو موجب وسالب وموجب وايه؟ وسالب. ده 1، ده 2، ده 3، ده 4. 1 بياخد 4 دايما، يبقى 1 اخد 4، و3 بياخد 2. اشمعنى 3 ياخد 2 مش 2 ياخد 3 يا بابا؟ الموجب ثم ياتي السالب، يبقى انا هبدا بالشق الموجب بعد كده الشق الايه؟ السالب. نزع مندل نقط ازهار نبات البازلاء اثناء اجراء تجاربه حتى لا يحدث تلقيح ذاتي. تلقيح ذاتي يعني عايز اعضاء تسكير واعضاء تانيث. اذا انتزع مندل الازديه قبل نضج المتك عشان النبات ما يعرفش يلقح نفسه. خلاص؟ طيب ماشي. تزداد سرعة تفاعلات طهي الطعام، قلت له برفع درجة الحرارة أو بزيادة درجة الحرارة، لأن بزيادة درجة الحرارة تزداد سرعة الجزيئات ويزداد عدد التصادمات. ماذا يحدث عند وضع قطعة من المغنيسيوم في كأس بها محلول كبريتات النحاس الأزرق؟ طيب مع كتابة المعادلة موزونة. مستر انت جبت قطعة من المغنيسيوم، قلت له ايوه، مع كبريتات النحاس CuSO4 اللي لونها ازرق. ايه ده يا مستر؟ ده عنصر ومركب، اذا ده احلال مزدوج، يعني في حد هيضرب حد ويطرده من التفاعل. طب مين اللي هيضرب مين؟ يجي المغنيسيوم يبص على النحاس يقول له لا نحاس، انا هاخد مجموعة الكبريتات. النحاس يقول له انت عبيط ولا يا مغنيسيوم؟ انت هتاخد مني انا مجموعة الكبريتات؟ يوم المغنيسيوم يبص عليه كده يقول له بص كده على متسلسلة النشاط الكيميائي. فالنحاس يبص كده ويبقى راجع يا عيني متضايق. ليه؟ لأن المغنيسيوم أقوى منه، أنشط منه، فيوم المغنيسيوم يقول له اطلع بره وياخد منه مجموعة الكبريتات.
ويا عيني النحاس يطرد في صورة راسب أحمر. طب وضح بقى ماذا يحدث عند وضع قطعة من المغنيسيوم. تقول لي اللون بتاع ايه؟ اللون الازرق يختفي خلاص، ويتكون راسب احمر من النحاس. ليه؟ لان المغنيسيوم يسبق النحاس، فمتسلسلة النشاط الايه الكيميائي، فبياخد مكان. اختر من العمود بي ما يناسبه من العمود ايه. تعال مستر. التعادل طبعا ده اشهر التفاعلات اللي عندنا، وده طبعا تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وميه، وده مركب مع مركب. الاعمده الجافه تحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربائيه. التفاعل الكيميائي عمليه تتحول فيها ماده كيميائيه الى ماده اخرى. التيار الكهربي المتردد ده تيار متغير الشدة والاتجاه. يبقى الترتيب بتاعنا 3 4 1 2. الشكل المقابل يعبر عن توارث إحدى الصفات البشرية. ما الرقم الدال على الطفل الذي يحمل الصفة المتنحية؟ قلت له ماشي، تعالى يا مستر. 1 2 3 4. ماشي، هنبدأ من هنا ترقيماتنا احنا. ده 1 ده 2 ده 3 ده 4. خلاص؟ اتش كابيتال، واحد هيتجوز مع 3 و4، يبقى اتش كابيتال اتش كابيتال، واتش كابيتال اتش سمول. خلاص خلصنا مرتين، شكرا. يلا اللي جنبه اتش سمول اتش كابيتال. يا مستر انا ببدا بايه؟ بالرمز بتاع الصفه السائده، يبقى اتش كابيتال اتش سمول، ثم اتش سمول اتش ايه سمول. خلاص. ما الرقم الدال على الطفل الذي يحمل الصفه المتنحيه؟ الرقم هو الرقم 1. رقم كام؟ رقم 1. خلاص. او لو انت عكست الترتيب هيبقى رقم 4. طيب طبعا السؤال ده مش مظبوط شويه، المفروض ان هو يبقى محدد اكتر عشان نشتغل عليه. طيب اكمل ما ياتي. فرق الجهد بين طرفي موصل مقاومته 22 اوم وشده التيار 10 امبير. ده هنا عايز فرق الجهد، يبقى نبص كده على جنب. ماما جابت تورته. طيب انت معاك مين؟ معاك مين؟ المقاومه ب 22 اوم، ومعاك شده التيار ت ب 10. اذا فرق الجهد هنضرب الاثنين في بعض يبقى ب 220 فولت. الجهاز المستخدم في قياس المقاومه في الدوائر الكهربائيه. مين اللي بيقيس المقاومه؟ جهاز اسمه الاوميتر. طيب عند تزاوج نبات بازلاء، تعال نشوف نبات بسله، بذوره ملساء هجينه مع اخر بذوره مجعده. انت جايب ملساء هجين مع اخر بذوره مجعد. طيب البذور الملساء بتسود على البذور المجعده، اذا هنا التزاوج ما بين هجين ونقي تنتج نباتات. طالما هجين ونقي، طبعا احنا قلنا الفكره دي برضو في الفيديو، هجين ونقي يبقى النسبه 50% ملساء الى 50% مجعده. 50 50 ما حدش هيزعل. ده في احتمال واحد لو هجين مع نقي. طيب اللي بعده، فسر ظهور لون فضي عند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر مع كتابه المعادله. ليه ظهر لون فضي اما سخنا اكسيد الزئبق الاحمر؟ ادي اتش جي او، سخنه يا مستر، سخناه، هيطلع اتش جي زائد او 2. خد بالك اما تيجي تكتب الاكسجين في المعادله لازم او 2، نيتروجين ان 2، هيدروجين اتش 2، دول اسمهم عيله التو، الجزيء بتاعهم لازم يطلع في صوره ذرتين. ماشي. لو عايز تشوف الحته دي ارجع لفيديو الشرح بتاع الوحده الاولى. طيب O2 هنا 2، طب هنا 1، قلت له ما ينفعش، يبقى هنضطر نضرب هنا في 2 بره. طب ليه مش هنا؟ المنطقة دي مش منطقة وزن، دي منطقة التكافؤات، وهما الاتنين تكافؤهم ثنائي فراح مع بعض. طب ما كده ما الاتنين دي هتتضرب في الأكسجين وهتتضرب في المغنيسيوم كمان، يبقى هنضرب المغنيسيوم في 2. طب ليه يا مستر ما كتبتش اتش جي والاتنين تحت؟ اقول لك لانه مش من عيله التو. طب مين اللي علينا في عيله التو السنه دي؟ نيتروجين، هيدروجين اتش 2، اكسجين، كلور سي ال 2. خلاص، هيتضاف عليهم بقى البروم واليود ان شاء الله في السنوات القادمه. طيب
عملية التحول التلقائي تحدث فين؟ أو عملية تحول تلقائي في نقط ذرات بعض العناصر المشعة. طبعا في أنوية ذرات بعض العناصر المشعة. وتعرف هذه الظاهرة لسه حلنا من شوية بظاهرة النشاط الإشعاعي. تعتبر سرعة التفاعل الكيميائي هي التغير في إيه؟ قلت له في التركيز بتاع المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في وحدة الزمن. خلي بالك أما نيجي نتكلم عن سرعة التفاعل الكيميائي، احنا عندنا متفاعلات بتطلع نواتج. في بداية التفاعل المتفاعلات بتبقى 100%، النواتج صفر. بمرور الزمن بتبتدي العملية تتعكس، المتفاعلات تقل والنواتج تزيد، لحد ما نوصل لنهاية التفاعل المتفاعلات هتبقى صفر، النواتج 100%. طيب، يحكم الصفة الوراثية المندلية في الكائن الحي زوج واحد من الجينات. اللي بيحكم الصفة الوراثية هي الجينات، اللي هو بيتحكم في كل صفة عاملان وراثيان اللي هم الجينان، واحد من الأب وواحد من الأم. ما النتائج المترتبة على إضافة حمض الهيدروكلوريك إلى كربونات الصوديوم؟ موضحا إجابتك بالمعادلة الرمزية بس، يعني هو مش عايزك تشرح التفاصيل، هو عايز منك المعادلة بس. قلت له والله حمض الهيدروكلوريك مع كربونات الصوديوم، أدي كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك HCl، ده مركب مع مركب. قلت له إذا ده إحلال مزدوج موجب سالب موجب سالب. يلا يا مستر ال Na هتاخد ال Cl. قلت له تمام، بس هنا خلي بالك 2 صوديوم، يبقى هضرب هنا في كام؟ في 2. طيب ما هنا 2 صوديوم و2 كلور، يبقى هضرب هنا في كام؟ في 2 عشان الكلور. طب ايه اللي هيطلع تاني؟ قلت له والله H2 هتاخد CO3، يبقى كده المفروض اللي يطلع H2CO3. قال لي لا، هتعرف بعد كده ان حمض اللي طلع ده اسمه حمض الكربونيك، حمض ضعيف بيتفكك بسرعه. طب يتفك يطلع ايه؟ بص كده H2CO3 هيطلع H2O. طب يا مستر، طب ما هنا ال H2 خدت من هنا O، يبقى فاضل CO2. خلاص، يبقى حمض الكربونيك افتكروا كويس قوي من الاحماض الضعيفه اللي بتتفك، طلع ميه وغاز، وهنا غاز ثاني اكسيد الكربون. ما النتائج المترتبة على عدم قدرة خلايا الجسم على امتصاص سكر الجلوكوز الزائد في الدم؟ يعني الخلايا مش هتمتص سكر الجلوكوز الزيادة في الدم. ايه ده يا مستر؟ طب ما عدم قدرة الخلايا على امتصاص سكر الجلوكوز معناها ان السكر هيتراكم في الدم. خلاص، فبالتالي ساعتها الشخص هيصاب بمرض البول السكري. ساعتها نوصل لمرحلة ألا وهي مرض البول السكري. قلت له يا مستر ده كان دور هرمون الانسولين. دور هرمون الايه؟ الانسولين. قلت له يا مستر هو هرمون الانسولين كان بيعمل ايه؟ بيقلل مستوى سكر الجلوكوز. طب ازاي؟ يعني لو انا واكل سكريات كتير فالسكر يتراكم في الدم، يفرز هرمون الانسولين. طب يا مستر هرمون الانسولين هنا دوره ايه؟ قال لي ليه دورين، هيحفز الخلايا ان هي تبتدي تخزن السكر، ويحفز الكبد ان هو يخزن السكر في صورة مادة اسمها الجلايكوجين. اختر من العمود ب ما يناسبه من العمود أ. الريستات المنزلق او المقاومة المتغيرة دورها هنا ايه؟ التحكم في المقاومة التي يلاقيها التيار الكهربي اثناء مروره في السلك، يبقى دي رقم 2. انزيم الاكسيديز يزيد من معدل تفكك، طبعا لان الانزيم ده بيعمل دور العامل الحفاز وبيزود سرعه التفاعلات الكيميائيه والتفاعلات الحيويه. التفاعل الكيميائي كسر روابط الموجوده في المواد المتفاعله وتكوين روابط في المواد الناتجه. شده التيار الكهربي، شده التيار كميه الشحنه الكهربائيه المتدفقه خلال موصل في زمن قدره 1 ثانيه. يبقى 2 4 5 3. خلاص، اكتب المفهوم العلمي ترتيب العناصر الفلزيه. رتب العناصر الايه؟ الفلزيه تنازليا على حسب درجه نشاطها الكيميائي. انت بتقول ترتيب العناصر تنازليا؟ مين دي؟ دي متسلسله
النشاط الكيميائي، سلسلة النشاط الايه؟ الكيميائي. طيب مين الهرمون المسؤول عن تحفيز نمو بطانة الرحم؟ احنا كده رحنا لغدات المبيض، غدات المبيض بيفرزوا هرمونين، الاستروجين خلاص والبروجستيرون. الاستروجين وده اللي بيعمل ايه؟ الاستروجين بيعمل ايه يا مستر؟ ده المسؤول عن ظهور الصفات الجنسيه الثانويه في الاناث، نفس فكره هرمون التستوستيرون في الذكور. اذا طب ده اللي مسؤول عن نمو بطانه الرحم هو هرمون الايه؟ البروجستيرون. مقدار الشغل المبذول لنقل الكمية الكهربائية، التعريف بدأ بمقدار الشغل المبذول لنقل كمية كهربائية مقدارها 1 كولوم بين طرفي الموصل. انت بتقول مقدار الشغل المبذول ماشي لنقل كمية كهربائية، اذا هو ده فرق الجهد. هو مقدار الشغل المبذول لنقل كمية كهربائية مقدارها 1 كولوم بين طرفي الموصل، اذا هو هنا بيتكلم عن فرق الجهد. خلاص؟ طيب مركبات كيميائيه تفاعلاتها بطيئه، طبعا شرحناها في الفيديو. المركبات البطيئه اللي هي المركبات التساهميه. طيب. السؤال اللي بعده على مندل طبعا، اذا علمت ان صفه شحمه الاذن المنفصله تسود على صفه شحمه الاذن الملتحمه او المتصله. شوف حتى هو اما جد لك الصفه السائده ده الرمز كابتن، الصفه المتناحيه نفس الرمز بس اسمه. وضح على أسس وراثية التركيب الجيني للأبناء الناتجة من تزاوج أب وأم كلاهما هجين. إذا كلاهما هجين يبقى أذن منفصلة مع أذن منفصلة. أهو شحمة أذن منفصلة، برضو هنا أذن منفصلة، شحمة أذن منفصلة. طيب تعال أعمل البيرنس. قلت له هو قال هجين مش نقي، يبقى إذا إي كابيتال إي سمول هيتجوز مع إي كابيتال إي سمول. يلا الأمشاج، قلت له اعزل أهو رقم 1 2 3 4 اف الأجيال أهو. واحد برضو تاني مع 3 و4 إي كابيتال إي كابيتال، إي كابيتال إي سمول أو اتجوز مرتين. اركن خش على رقم 2 برضه هيبقى كابيتال يا مستر، بعد كده سمول، بعد كده إي سمول إي سمول. 75% شحمة أذن منفصلة في مقابل 25% شحمة أذن ملتحمة أو متصلة. خلاص؟ طب لو سألتك سؤال حلو شوية، في كم فرد نقي هنا؟ قلت له والله الأفراد النقية هم فردين نقيين. في كم فرد هجين؟ 2. يبقى في فردين نقيين وفردين هجينين. في الشكل المقابل احسب قيمة المقاومة بوحدة الأوم. وعايز قيمة الايه؟ المقاومة. يبقى م بتساوي ج على ت، 6 على الاتنين فيها 3 أوم عشان هو عايز المقاومة. طيب عايز كمية الكهربية التي تمر في الدائرة الكهربائية في نصف دقيقة. مش انت عايز كف؟ بتساوي ت في ز شدة التيار في الزمن. طب ما هو شدة التيار هنا ب2 أمبير، الزمن بكام؟ نص دقيقة، نصف دقيقة يعني كام ثانية؟ يعني 30 ثانية. يبقى 60 كولوم، لأن دي كمية الكهرباء. تاني هو عايز هنا المقاومة، طب ما أنت معاك شدة التيار، معاك ت ومعاك ج، فتقسم ج على ت هتطلع معاك إيه؟ المقاومة. طيب المطلوب التاني عايز كاف. ما هي كاف يا مستر بتساوي ت في ز. طب ما أنا معايا ت أهي، وهو هيديني زين الزمن اللي هو بنصف دقيقة معناها 30 ثانية. اختر الإجابة الصحيحة. يستخدم نقط لتوليد التيار الكهربي المستمر. طبعا العمود الجاف، الأوميتر والأميتر والفولتميتر دي أجهزة قياس. اختار مندل نبات البسلة لإجراء تجاربه
عليه لكل الأسباب التالية ما عدا سهولة تلقيحه صناعيا، صح. قصر دورة حياة النبات، ماشي. هل هو أخذ كبر حجم النبات؟ ما اتكلمش عن كبر حجم النبات، هو اتكلم عن إنه أزهاره خنثى وتلقيحه صناعيا وقصر دورة حياته وسهولة زراعته وسرعة نموه، خلاص، وبينتج بكميات كبيرة وكثرة الصفات المتقابلة، يعني عنده الصفة وعكسها، عنده الأحمر الأزهار وقصاده طويل، عفوا أبيض الأزهار، عنده طويل وعنده قصير، خلاص، عنده منتفخ القرن ومحزز، خلاص، يبقى إذا كبر حجم النبات. طيب، من خصائص التيار المتردد ان هو ثابت الشده ثابت الاتجاه، ولا متغير الشده والاتجاه، ولا لا يمكن نقله المسافات؟ تقول له لا طبعا متغير الشده والاتجاه، لانه هنا بيتكلم عن تيار متردد. يتركب الكروموسوم كيميائيا، طبعا ده سؤال من الترم الاول، حمض نووي دي ان ايه مرتبطا مع بروتين، خلاص. طيب، في المعادله رقم واحد، ده مركب مع مركب، مستر سيد قال لي اول ما تشوف مركب مع مركب شق موجب شق سالب شق موجب شق ايه سالب. طيب، هنا هيطلع ايه؟ قلت له اكس اللي هو ان ايه اهو ان او 3، وهنا الراسب الابيض اي جي سي ال، هنا لازم تمشي بالخطوات، لازم الاكس يبقى ان ايه ان او 3. قلت له ليه يا مستر؟ ما هو مديك زائد راسب ابيض، وكلوريد الفضه هو الراسب الابيض. خد الاكس ده واعمل له تفاعل، سؤال حلو مركب ان ايه ان او 3. قلت له ايه ده يا مستر؟ ان ايه ان او 3 ده بص كده بيتوزن باتنين، خلاص، هيطلع ملح وواي. طيب ماشي، تعالى، انا خدت ال ان ايه ان او 3 وسخنته، هينحل بالحراره. طيب الصوديوم بقى بينزل زي ما هو وبيسيب النترات اللي هي الاخت الكبيره، ما احنا عندنا اختين لو انت مش عارف، اخت كبيره ان او 3 واخت صغيره ان او 2، فالصوديوم يسيب الاخت الكبيره ويمسك في الاخت الصغيره ويطلع غاز الاكسجين، خلاص. ادي الصيغه بتاعت اكس وواي في الايه في المعادلتين. اذكر نوع كل من التفاعلين الممثلين بالمعادلتين واحد واثنين. قلت له والله واحد ده مركب مع مركب، ده اسمه تفاعل احلال مزدوج. طيب ده مركب بيتفك بالحراره، ده اسمه انحلال تفكك اهو حراري. ما اسم الغدة التي أمامك؟ وأذكر وظيفة الهرمون الذي يفرز من الغدة واحد. طبعا دي الكلية، والغدة دي فوق الكلية. احنا عندنا مين الغدة اللي فوق الكلية؟ خلي بالك، تعالى أفكرك بيها. الغدة النخامية أسفل المخ، الغدة الكظرية الغدة الدرقية أسفل الحنجرة على جانبي القصبة اللوية، غدة البنكرياس بين الأمعاء الدقيقة والمعدة، انما الغدتان الكظريتان فوق الكليتين عند منطقه الكليه، خلاص. طيب الغدد التناسليه طبعا في الجزء الاسفل من الحوض. ما اسم الغده رقم واحد؟ اذا دي الغده الكظريه، اللي هما الغدتان الكظريتان. اذكر وظيفه الهرمون الذي يفرز من الغده رقم الف. هرمون ايه اللي بيفرز من الغدد الكظريه؟ هرمون الادرينالين. بيفرز امتى؟ ما هو عايز وظيفته اثناء حالات الخوف والغضب والانفعال، اللي هي الانفعالات اللي هي الحزن والفرح والكلام ده. أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط. بعد تصويب ما تحته ايه؟ خط. يستخدم الدينامو لتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. قلت له لا طبعا يا مستر، الدينامو ده بيحول الطاقة الحركية زي دينامو الدراجة. يبقى واحد راكب عجلة كده في الشارع وفيها لمبة، اللمبة دي بتنور لما بيتحرك، أول ما يقف خلاص اللمبة هتقف. تنحل معظم كربونات الفلزات. أنت بتقول كربونات صح؟ طيب وليكن عندك كربونات الفلزات، كربونات النحاس مثلا، الى الفلز وثاني اكسيد الكربون. قلت له لا يا مستر، اذا كان الكربونات بتطلع CO اللي هو اكسيد الفلز. اكسيد الايه؟ الفلز. تتواجد العوامل الوراثيه داخل سيتوبلازم خليه الكائن الحي. ايه ده يا مستر؟
مش العوامل الوراثيه دي اللي هي الجينات؟ واحنا عارفين ان الجينات ده، بص كده، كان معايا الكروموسوم. الكروموسوم كان بيتكون من دي ان ايه وبروتين. دي ان ايه ده كان بيبقى شايل مين؟ الجينات، اللي هي كانت اخر حاجه عندنا كانت النيوكليوتيدات. خلاص، يبقى الجينات هنا او العوامل الوراثيه، تتواجد العوامل الوراثيه داخل كروموسوم الخليه. خلاص، وبالتحديد جزء من الايه؟ الجينات. خلاص، يبقى تتواجد العوامل الوراثيه داخل ايه؟ الكروموسوم بتاع الخليه. خلاص. طيب، يعتبر الاشعاع الكوني من المصادر الصناعيه؟ طبعا الاشعاع الكوني من المصادر الطبيعيه يا مستر، الانسان ملوش دخل بيه، بحاجه من ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه اللي الانسان دخل فيها هو ده التلوث الاشعاعي الصناعي بقى، مش الطبيعي. طيب، علل اللي ما ياتي. تستخدم الثلاجه في حفظ الاطعمه. ليه الثلاجه بنستخدمها في حفظ الايه؟ الاطعمه. الثلاجه بتستخدم في حفظ الاطعمه لانها تعمل على خفض درجه الحراره، واما درجه الحراره بتقل سرعه التفاعل الكيميائي بيحصل لها ايه؟ هتقل. ليه بتوصل بعض الأعمدة الكهربائية على التوازي؟ أقول له للحصول على أقل قوة دافعة كهربائية، عشان أحصل على أقل قوة دافعة إيه؟ كهربائية. خلاص؟ ولو عايز تكمل ممكن تقول لكي تعمل البطارية، برضو إجابة أكتر شوية ممكن تضيفها، لكي تعمل البطارية لفترات أطول. خلاص؟ طيب، ما المقصود بالعامل المختزل؟ العامل هو المادة التي مالها بقى؟ ليها تعريفين. المادة التي ايه؟ تعالى يا مستر، العامل المختزل ده، مش العامل المختزل ده بتاع الأكسدة؟ والأكسدة كان ليها تعريفين، يا إما زيادة الأكسجين يا إما فقد إلكترونات. هو ده العامل المختزل. يبقى المادة التي تفقد مثلا إلكترون أو أكثر، أو المادة التي تنتزع الأكسجين، يعني تحصل على الأكسجين. ما المقصود بالصفات المكتسبة؟ هي الصفات الغير قابله للانتقال من جيل لاخر، اللي هي ما بتنتقلش من جيل لاخر. خلاص، اللي هي بيتعلمها الشخص من خلال الخبرات الحياتيه. زي ايه يا مستر؟ زي التحدث بلغات مختلفه، زي مهاره السباحه، زي لعب كره القدم. خلاص، كده نكون خلصنا محافظه الاسكندريه. اتمنى من الله ان احنا نكون افدناكم، ولو في اي سؤال او اي حاجه هنتابع الايه الكومنتات بتاعتكم على اليوتيوب ان شاء الله.